تعالوا بقى نعمل مع بعض البوريك التركي او الجلاش زي ما بتسموه. يلا بينا هنشوف هنعمله ازاي. سهل جدا وبسيط، هخليكي تعمليه يبقى مقرمش جدا من بره ومن جوه طري كده وجميل جدا، وكمان بالحشوه بتاعته الجميله ديت. وهنعمل مع بعض كمان العصاج اللحم المفروم، لكن هنعمله بطريقه حلوه جدا. عايزه اقول لكم بجد هيبقى العصاج في منتهى الجمال. عايزه اقول لكم طعم ايه وريحه ايه، مش قادره اقول لكم بجد على جماله. هتشوفوه معايا دلوقتي، استنوا معانا وهتشوفوا قد ايه انا بعمل العصاج بطريقه مختلفه تماما. يعني يمكن ما شفتهاش قبل كده في اي قنوات تانية، لكن هنا هتشوفيها بطريقه مختلفه تماما. معانا هنا نص كيلو من البصل، على ربع كيلو من الفلفل الالوان او الفلفل العادي. طبعا نص كيلو البصل مش كمية كتيرة ولا حاجة، لكن احنا هنستعمل نص كيلو من اللحمة المفرومة. يعني بتحطي قد كمية اللحمة بتحطي قصادها نفس الكمية بصل بالظبط. حطينا كده معلقة من السمنة، ادينا صدمة كده للحمة، وبعد كده نزلنا بالبصل. ما تقوليش طبعا كمية البصل هتبقى كتيرة وهتدري على اللحمة، عايزة اقولك كل ده هيدبل ومش هيبان تماما. هننزل بقى بمعلقه من الفلفل الاحمر اللي هي الهريسه، وبعد كده هننزل بمعلقه كمان من الصلصه. هنحط بقى البهارات بتاعتنا، فلفل اسمر وملح، وكمان البهارات اللي هي بتاعت اللحمه او السبع بهارات. هنحط معلقه من البابريكا، هيعزز لون اللحمه ويخليها لونها حلو. شايفين بقى مفيش اي كميه بصل خالص، اتبخر تماما. يعني مفيش بصل ولا اي حاجه، دبل جدا ومبقاش فيه بصل ولا حاجه. هنحط كده بقى شويه من الميه عشان اللحمه كده ما تبقاش معضمه كده معاكي وناشفه. ربع كوبايه بس من الميه، وتهدي عليها النار وتسيبيها تشرب الميه، وهتبقى تحفه جدا. عايزه اقول لكم بتبقى اللحمه كده طريه كده معاكي وما تبقاش ناشفه كده، وبتبقى جميله جدا وطعمها تحفه جدا. اتمنى تجربوا اللحمه بالطريقه دي، بجد هتعجبكم جدا. طريقه مختلفه تماما وما شفتهاش قبل كده حد عملها بالطريقه دي. هنا بقى زي ما انتم ما شايفين بناخد كده 2 ورقتين من الجلاش، وبنبدا ان احنا ندهنهم وبنبرم الجلاش كويس جدا. وهنا طبعا لازما بتدهني الصاج او الصينيه اللي هتحطي فيه، لازما بتدهنيه كده من السمنه عشان خاطر الجلاش ما يلزقش فيه. زي ما انتم شايفين باخد ورقتين ورقتين وبشيل الباقي. طبعا بقيه الجلاش كده في كيس او مثلا فوطه، وتلفيه كويس جدا عشان ما ينشفش معاكي الجلاش على ما تخلصي بقيه الكميه. زي ما انتم شايفين كده بتبرمي كويس جدا الجلاش كده عشان ما يطلعش منه اللحمه ويبقى كده مهوي. وبتدهنيه كمان من على الوش كده بعد ما بتحطي لفة الجلاش بالشكل ده. زي ما انتم شايفين كده سهل جدا وبسيط. واتمنى لو وصلتوا لغاية هنا وعجبكم الفكرة ما تنسوناش في اللايك والاشتراك وكومنت حلو منكم. ولو لسه ما اشتركتيش في القناة اشتركي في القناة عشان كل وصفاتنا اللي جاية هتعجبكم جدا. زي ما انتم شايفين كده هنخلص بقى كل الكمية. وطبعا بندهن كده وش الجلاش من على الوش كده بالسمنة عشان خاطر ايه ما يبقاش ناشف كده من بره، وبنقطعه كده قبل ما يخش الفرن. وهنا بقى هنبدأ هنقول لكم بقى هنسقيه بايه. كوبايه الا ربع من اللبن، عليها معلقه من البيكنج باودر. البيكنج باودر هنا بيخليه كده مورق معاكي وما يبقاش ناشف ولا مكتوم، يبقى مورق كده وجميل. حطينا بقى رشه من الملح ورشه صغيره برضو من الفلفل الاسمر، ما كترش الملح فيه عشان ما يبقاش حادق معاكي. هنبدا ان احنا نسقيهم كده زي ما انتم شايفين، وبعد كده بندخلها في الفرن. يبقى الفرن يبقى ساخن كده مسبقا، وبعد كده بتبداي ان تدخليه الفرن. عايزه اقول لكم ما بياخدش ثواني وتلاقوه استوى على طول، ما بياخدش وقت كتير في الفرن. هنبدا بقى ندخله الفرن، وزي ما انتم شايفين كده بعد ما استوى معانا شايفين بجد حلو جدا وطالع جميل جدا. عايزه اقول لكم من بره كده مقرمش ومن جوه كده طري جدا وفي منتهى الجمال. بجد تحفة جدا، اتمنى تجربوه هيعجبكم جدا. بجد انا واثقة ومتأكدة ان لو عملتوه بالطريقة دي هيعجبكم جدا.